الحلقة دي أنا فكرت كتير قوي قبل ما أكتبها، وكنت كل مرة أجي أكتب أرجع تاني أوقف كتابة. بس بعد الأرقام اللي أنا شفتها والكوارث اللي بتحصل بسببها قررت أعملها، ومش هتقف على الحلقة دي بس، رحلة أنا قررت أمشيها وهنمشيها سوا. الطلاق. في مثل ناس زمان قالوه: لو عايز تعرف فلان اتخانق معاه. وأنا بقولك دلوقتي لو عايز تعرف معدن إنسان شوفه وقت الفراق. وقت الحب سهل، الناس تبان حلوة والكلام حلو والوعود حلوة، حتى الصورة بتطلع حلوة. لكن في وقت الفراق هنا بيبان الأصل. وانت فكر في اللي قلته لك. تخيل معايا شخص عارفك أكتر من نفسك، عارف انت بتحب ايه وبتكره ايه وبتخاف من ايه وبتقوى بايه. شخص مذاكر نقط ضعفك. اهو الشخص ده انتوا الاتنين اتفقتوا انكم مختلفين ومش هتتفقوا تاني، فساعتها الطلاق بيتحول لاختبار أخلاق. وهنا بيبان الأصل. هل لما يكون موجوع هيصون؟ لما يكون غضبان هيفضح؟ لما يكون خسران هينتقم؟ لما العلاقة تخلص هيحافظ على اللي كان بينكم، ولا هيستخدم كل سر عرفه عنك علشان يكسرك؟ ما هو أصل قرار الجواز والطلاق عامل زي قرار البنى والهدم. قرار الجواز انت بتبني بيت وأسرة وسكن نفسي. قرار الجواز كمان يعني شقة وتوضيب وكهرباء وسباكة ورحلة تعب وشقة لحد ما تحضر كل ده. وبعد الجواز هو قرار أطفال وتمريض وتعليم وترفيه وبامبرز. هو مع الجواز زي ما بتبني بيت بتبني مع شخصيتك، وبتبني معاه كمان شخصية أطفال. فأكيد اللي يوصل لحد هنا وقرر يهد لازم يكون فاهم كويس قوي هو داخل على ايه وبيعمل ايه، لأنه لو مش فاهم ساعتها هتكون كارثة. ومع الأسف أغلب الحالات اللي بنشوفها في الطلاق دلوقتي بتهد بدون ما بتعرف هي بتعمل ايه. في دراسة اتعملت على أكتر من 1.5 مليون شخص. الدراسة دي لقوا إن أبناء الطلاق عندهم مخاطر أعلى للاكتئاب بنسبة 29%، والتفكير الانتحاري بنسبة 48%، والتدخين بنسبة 64%، وتعاطي المخدرات بنسبة 45%. والمشكلة هنا ما بتكونش في الطلاق، لكن بعد الطلاق الطفل بيتساب وسط حرب، فبيحاول يدور على أي طريقة يخرج بيها من الحرب دي. ودلوقتي بقى ما أكتر حروب الطلاق اللي بتدمر أولادنا. فالأولاد دي بعد شوية سنين تكبر وتعمل مجتمع، يا ترى ساعتها هيكون شكله إيه؟ لما تكون نسبة الطلاق في الوطن العربي حالة طلاق لكل 3 حالات جواز، يعني التلت، تفتكروا بعد 20 سنة دي لو النسبة ما زادتش هتكون عاملة ازاي؟ شكل الشارع هيبقى عامل ازاي؟ هيكون جيل خرج وسط حرب أنا بشوفها إنها أقسى بكتير من حرب السلاح، هي حرب الطلاق. فأرجوك لو أنت أخدت القرار حاول تعتبره اختبار لأخلاقك، وخليني أغششك إزاي تنجح في اختبار الطلاق. هنقسم اختبار الطلاق ده لمجموعة اختبارات صغيرة. الاختبار الأول اختبار الحق والانتقام. افصل بين حقك وانتقامك. أول اختبار في الطلاق إنك تعرف تفرق بين الحق والانتقام، ودي حاجة مش سهلة خالص، لأن في شعرة بتفرق بينهم. وقت الوجع الاتنين بيبقوا شبه بعض. الانتقام بيجي لابس بدلة الحق، والغضب بيجي لابس بدلة الكرامة ويقولك انت مش بتأذيه، انت بتاخد حقك. بس الحقيقة ان في فرق كبير بين انك تطلب حقك وانك تعاقب اللي قدامك. حقك تحمي نفسك، حقك تضمن حقوقك، لكن مش من حقك تفضحه، مش من حقك تشوهه، مش من حقك تستخدم أسرار البيت كسلاح، مش من حقك تدخل الأطفال في معركة هم اللي هيخسروا فيها. بابا ينام فين ومامي هتنام فين؟ أنا معاك إن الانتقام بيحسسك في لحظة إنك رجعت حقك، بيحسسك إن أنت بقيت قوي. بس ما تيجي كده نشوف العلم قال إيه. في دراسة لجامعة ميتشيجن عن الانتقام، لقوا إن الإنسان لما بيعاقب شخص وجعه مناطق المكافأة في المخ بتنشط. يعني الانتقام والعقاب ممكن يديك فعلا إحساس بالرضا، بس إحساس لحظي. الإحساس ده مش معناه إن أنت تعافيت تماما، ده معناه إن المخ خد جرعة مكافأة سريعة، ودي أخطر حاجة عليك، مكافأة سريعة. لأن الباحثين لما لقوا إن الانتقام بيريح بشكل لحظي لقوا كمان في حاجة مرتبطة بيه. لقوا إن اللي انتقموا فضلوا يفكروا أكتر في الشخص اللي أذاهم، مع إن اللي ما انتقموش وخدوا حقهم بدافع الحق قدروا يتحركوا أسرع ويتجاوزوا الفكرة.
تخيل بقى ان انت فاكر ان انت لما تنتقم هتخلص منه. لا، الانتقام بيربطك بيه اكتر. خد حقك، احمي نفسك، ارفض الظلم، بس ما تخليش وجعك يتحول لرخصة اذى، لانك ممكن تكسب القضية وتخسر نفسك. ممكن تخلي الطرف التاني يندم فعلا، بس هتسيب ابنك او بنتك شايفين الحب لما بينتهي بيتحول لانتقام، ودي كارثة. الطفل كمان بيحفظ طريقة الخصومة، بيحفظ شكل الغضب، بيحفظ ازاي الاب والام لما اختلفوا هل فضلوا كبار وناضجين ولا كل واحد قرر يطلع أسوأ ما فيه. علشان كده قبل أي تصرف في الطلاق خلي بالك من المعادلة دي. الحق بيساوي حق محدد زائد طريق محترم زائد نتيجة تحميني، والانتقام وجع لكل الأطراف زائد طريقة مؤذية زائد نتيجة تكسره وتكسرك. خد حقك كامل بس ما تاخدش روحك معاه. اطلع من العلاقة بس ما تطلعش من أخلاقك، واوعى تكسب المعركة وتخسر نفسك. الاختبار التاني اختبار الأطفال. الأطفال مش سلاح في الحرب. لو انت بتكره الطرف التاني ده إحساسك، لو انت موجوع منه ده حقك، لو انت شايف انه ظلمك وارد. بس طفلك مش مطالب يكره معاك، مش مطالب يتوجع بطريقتك، مش مطالب يشيل ملف القضية اللي بتروح بيه للقاضي جوه ذاكرته. انت ممكن تكون شايف ان الطرف التاني أسوأ شخص في الدنيا، لكن بالنسبة للطفل ده أبوه أو أمه. الأب بالنسبة للبنت هو إحساس الأمان المطلق، البطل الخارق اللي بيحميها من أشرار الحياة. والأم للولد هي العطاء بدون سبب أو شرط. أنا مش قادر أتخيل شعور طفل أو طفلة لما يضحك مع الأب يحس بالذنب من ناحية الأم، يقرب من الأم ويحس إنه كده خان الأب، يسمع شكوى من طرف فيخاف يحب الطرف التاني، يتحول من طفل محتاج حضن لطفل بيحسب كلامه ومشاعره وخطواته، وساعتها بيكبروا قبل أوانهم. عايز تبعت رسالة ابعتها انت، عايز تطلب حق اطلبه بالقانون أو بالمعروف أو بالعرف، عايز تنظم رؤية اكتب اتفاق أو اتفق بود، عندك مشكلة اتكلم مع وسيط عاقل. لكن الطفل لازم يفضل خارج دايرة النار. والأول مرة بعملها مش هوضح كم الأضرار اللي الطفل هيكون معرض ليها وإيه اللي ممكن يوصله إنه يختار ينهي حياته بإيديه علشان يرتاح من ألم معركة انتوا السبب فيها. وأقل اعتذار تقدر تقدمه له إنك تذاكر قرار الطلاق ده ممكن يعمل في نفسيته إيه وإزاي تدعمه علشان يطلع إنسان سوي. لو العلاقة بينكم انتهت ما تخلوش الطفولة تنتهي معاها. خسارتكم لبعض مش لازم تبقى خسارة ابنك لنفسه. الاختبار الثالث اختبار العشرة. صون الأسرار. بعد ما تفصل بين حقك وانتقامك، بعد ما تخرج الطفل من الحرب، هيبدأ أصعب اختبار، اختبار العشرة. والسؤال هنا اللي اتقال في الأمان، هل هيفضل أمانة ولا الخصومة هتخليك تستخدمه كسلاح؟ لأن في الجواز الناس مش بس بتتشارك في البيت، بتتشارك في الضعف، في الخوف، في العيوب، في مواقف بيكونوا مكسوفين منها، حكايات عن الأهل، أزمات فلوس، تفاصيل جسم، مرض، اعترافات اتقالت في لحظة ضعف، لحظات كان فيها الشخص عريان نفسيا قصادك، مش علشان تفضحه بعدين لكن لأنه كان فاكر إنك أمانه. وهنا الاختبار الحقيقي، لما العلاقة تخلص هل هتفضل فاهم إن القرب كان أمانة ولا هتتعامل معاه ومع كل اللي عرفته على إنها ذخيرة تستخدمها وقت الحرب؟ في نظرية اسمها Communication Privacy Management Theory. النظرية دي فكرتها الأساسية إن السر مش مجرد معلومة، السر ليه حدود. يعني إيه الكلام ده؟ لما الشخص يحكي لك عن حاجة خاصة عنه، هو مش بيرمي المعلومة في الشارع، هو بيدخلك جوه دايرة خصوصيته، زي كأنه بيقول لك أنا هفتح لك باب جوايا مفيش غيرك معاه مفتاحه، بس ده مش معناه إن المكان بقى ملكك. النظرية كمان بتقول إن الإنسان بيحس إن معلوماته الخاصة ملكه، وإنه ليه حق يتحكم مين يعرفها وإمتى تتقال وتتقال لمين. لكن أول ما يشاركها مع حد، الحد ده بيبقى شريك في حفظ السر، مش صاحب حق مطلق يتصرف فيه. يعني انت كده باختصار بقيت زي الكو اونر للمعلومة او شريك في مسؤوليتها، مش مالك ليها. ومع الجواز السر بيتقال في قعدة عادية، بل بالعكس دي القعدة العادية نفسها تعتبر سر.
في لحظة قرب أو ضعف بيكون واثق إن الشخص مش هيستخدم اللي عرفه ضده، وساعتها بيكون معاك مفاتيح الشخص: مفتاح سر، مفتاح ضعف، مفتاح غلطة قديمة، مفتاح وجع. يا ترى بقى هتستخدم المفاتيح دي علشان تفتح باب الفضيحة، ولا هتفتكر إن أنت حتى لو الطلاق حصل هتفضل لسه مسؤول عن الأمانة؟ طب أقولك على حاجة هتستغربها معايا: أنت لو استخدمت الأسرار دي أنت هتتضر أكتر منه هو شخصيا. أيوة، أنت اللي هتخسر. أولا هتخسر سمعتك. إزاي؟ أي شخص بيسمعك وأنت موجوع بيكون متعاطف معاك، وخصوصا لو بيعزك. فلما يسمعك ان انت بقيت تحكي اسرار الشخص اللي وجعك هيفضل برضه متعاطف معاك، بس هتخسر ثقته فيك بنسبة 47%. فلو اللحظة دي عدت وانت صنت السر، الناس هتعرف انك اصيل. ولو اللحظة دي عدت وفضحت، الناس هتعرف انك شخص مش مضمون. هل بس هي دي الخسارة؟ لا، هتخسر كمان جزء من نفسك. عقلك هيترجم الأسرار اللي انت قلتها دي من غير ما تحس ان دي نقط ضعف، فما ينفعش تستخدم ضدك. فهتبطل تشارك مشاعرك لأي حد، وبالتدريج أكيد هيتملك منك شعور الوحدة. والوحدة ضررها عليك في اليوم الواحد يعادل ضرر تدخين 15 سيجارة. وفي أضرار كتير لو فضلت أحكي عنها ممكن نقعد 3 أيام. فاللي عرفته في القرب ما ينفعش تستخدمه في الخصومة، لأن العشرة لو انتهت كعلاقة هتفضل برضو أمانة. واللي بيفضح بعد الفراق ما بيكشفش الطرف التاني بس، بيكشف إنه هو نفسه ما كانش أمان في العلاقة. الاختبار الرابع اختبار الدائرة. اختار مين يدخل في الأزمة. حط في بالك دايما إن أي حد هيدخل ويحاول يصلح أو يولع، يطبطب أو يهاجم، ومهما قالك انت اللي هتدفع الثمن. انت اللي هتدخل المحكمة، انت اللي هتواجه العيال، انت اللي هتعيش بعد ما الناس دي كلها تمشي، مش هما. علشان كده في الطلاق ما تفتحش باب عقلك لكل الناس. اختار دايرتك بعناية. الدايرة اللي تدخل في الأزمة لازم يكون فيها 3 أنواع بس من الناس. أول نوع شخص عاقل وناضج، شخص مش بيطبطب وخلاص ومش بيهاجمك وخلاص، شخص يقدر يسمعك وانت موجوع ويشوف اللي ورا الوجع ده، ويحاول يوجهك ان انت ما تستخدمش وجعك ده سلاح للطرف التاني. تاني نوع شخص امين، يعني اللي تقوله له ما يبقاش حكاية في قعدة تانية، ما يبقاش سر بيتك مادة للفرجة، ما يبقاش وجعك تسلية للناس، لان ده كمان هيخليك عايز تنتقم اكتر من الطرف التاني. تالت نوع شخص متخصص او فاهم، ممكن يكون محامي محترم، معالج او استشاري لو في انهيار نفسي، وسيط عاقل لو في اولاد واتفاقات، حد يعرف يساعد مش يسخن وخلاص. لان في الطلاق النصيحة الغلط ممكن تبقى تأثيرها اكبر من الخلاف نفسه. كلمة من شخص متهور ممكن تخليك تعمل تصرف يضر أولادك، ونصيحة من صاحب مجروح من تجربته هو هيخليك تعيش تجربته مش تجربتك انت. وخلي بالك من النوع ده جدا. الشخص اللي فشل في علاقة ساعات من غير ما يقصد بيكون عايزك تفشل بنفس طريقته، مش لأنه شرير، لكن لأنه بيشوف قصته قصتك، فقبل ما ينصحك انت بينتقم من ماضيه من خلال. علشان كده اسأل نفسك كويس قوي قبل ما تدخل أي حد في الأزمة. هل الشخص ده بيهديك ولا عايز يولع في الدنيا؟ بيحفظ السر ولا بينقله؟ بينصحني لمصلحتي ولا بيطلع غضبه القديم في قصتي؟ بيفكر في الأطفال ولا في الانتصار؟ وقلل العدد على قد ما تقدر. شخص واحد من ناحيتك عاقل كفاية، وشخص تاني من ناحيته عاقل برضو كفاية. غير كده اقفل الباب. في الطلاق اختار اللي يساعدك تخرج بأقل خسائر، مش اللي يخليك تكسب معركة وتخسر حياتك. الاختبار الخامس اختبار الإنصاف. كل واحد فيكم بيطلع من الخناقة دي شايل كاميرا مختلفة، كاميرا شايفة وجعه هو، مركزة على تنازلاته ومكبرة أخطاء الطرف التاني ومصغرة أخطائه. وأكيد في الطلاق بيكون في طرف اتأذى أكتر، أو طرف ظلم أكتر، أو طرف دفع التمن أكتر. الإنصاف إنك تحاول تشوف عيوبك أنت كمان، مش بس علشان تكون حقيقي مع نفسك، لأن ده بيخدمك أنت. طب بيخدمك إزاي؟ الحكاية المزورة بتريحك شوية بس بتمنعك إنك تتعلم، ودور الصعبانيات مفيش أجمل منه. بس الحكاية المزورة هتريحك بشكل مؤقت وهتمنعك تتعلم، هتخليك تقول إن أنت ما عملتش حاجة، أنا ما عنديش حاجة أرجع لها، أنا بس قابلت الشخص الغلط، ويمكن
تكون قابلت الشخص الغلط فعلا. بس السؤال هنا ايه اللي خلاك تختار الشخص الغلط؟ ايه اللي خلاك تكمل؟ ايه اللي خلاك تسكت؟ ايه اللي خلاك تتنازل؟ ايه اللي خلاك ما تحطش حدود؟ ايه اللي خلاك تستنى التغيير مع شخص كان كل يوم بيثبت انه مش هيتغير؟ الاسئلة دي علشان ما ترجعش لنفس الباب تاني برجليك. تعال نعمل تمرين صغير يعلمك ازاي تتعلم من اخطائك. قبل ما تحكي القصة اللي وجعتك لأي حد، اعمل بينك وبين نفسك 3 نسخ من الحكاية. النسخة الأولى انت اتوجعت في ايه، النسخة التانية هو أو هي غلطوا في ايه، النسخة التالتة ودي الأهم، انت محتاج تتعلم ايه من اللي حصل ده. ولو مفيش نسخة تالتة يبقى انت لسه بتحكي علشان تكسب تعاطف الناس، مش علشان تفهم وتتعلم للي جاي. الطلاق اللي يطلعك ضحية بس ممكن يكسبك تعاطف الناس، لكن الطلاق اللي تفهم منه بصدق ايه اللي ينقذك ويقربك من احسن نسخة منك هو اللي بعده هتتطور وتوصل لأحسن نسخة منك. الخلاصة يا صديقي، بعد الاختبارات دي كلها خلينا نرجع للسؤال الأول: هل اللي حصل يستاهل كل التعب والاختبارات والنظريات والأرقام والحسرات والخسارة، ولا يتعدى وبناقص الشقة ونروح نتعشى سوا طبق فول بالطماطم؟ انت الوحيد اللي تقدر تقرر ده. لو أخدت القرار اعتبره اختبار أخلاق، لأن في أضعف لحظات ليك بيبقى عندك قدرة كبيرة على الأذى، وما تكسبش المعركة وتخسر نفسك أو ولادك. سلام.